أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا المهندس أحمد زهران من شركة إلكتروسكاي. عرفنا الفيديو اللي فات إزاي نتحكم في إعدادات الخطوط، وشوفنا السهولة والبساطة والإمكانيات القوية اللي بيقدمها نظام إلكتروسكاي للتحكم بالكهرباء. النهاردة هنشوف إزاي نزود معدل الأمان من خلال توصيل الحساسات مع نظام إلكتروسكاي، ونتحكم بالأحمال اللي تشتغل والأحمال اللي تفصل مع الحساسات، ويجيلنا نوتيفيكيشن على الموبايل لو الحساسات اشتغلت. في البداية هنشوف طريقة توصيل الحساسات مع جهاز إلكتروسكاي. هنروح للجهاز من جهة الحساسات، وهي عبارة عن روزيتا فيها 4 أطراف. أول طرفين من اليمين هما طرفين الحساسات، وللتبسيط هنوصل الطرفين بسلكين وكأنهم بيمثلوا طرفين الحساس. ونقدر نوصل مجموعة من الحساسات على نفس الطرفين بالتوازي، وممكن الحساسات دي تكون حساسات حرارة أو دخان أو غاز أو حساس حركة، وهكذا أي نوع تاني. أما الطرفين التالت والرابع من اليمين دول جهد 5 فولت مستمر، تقدر تستخدمهم لو معاك حساسات شغالة على 5 فولت. وبعد ما عرفنا طريقة التوصيل هنعرف دلوقتي طريقة التحكم. العلامة دي هي علامة الحساسات المتوصلة بكل جهاز. هنضغط عليها وهتفتح شاشة الإعدادات والتحكم الخاصة بالحساسات، واللي منها تقدر تكتب رسالة النوتيفيكيشن أو تتحكم بالأحمال مع الحساسات. لو عايز تكتب رسالة تظهر مع النوتيفيكيشن اللي هتيجي لما الحساس يشتغل، هتفتح صفحة الإعدادات الخاصة بالحساس وتضغط على التاب اللي اسمها Change Alarm Message، وتكتب في المربع الرسالة مثلا Fire Detection، وتضغط على العلامة دي. دلوقتي لو لمست السلكين كدليل على عمل الحساس هتظهر نوتيفيكيشن بالرسالة اللي كتبتها زي ما احنا شايفين. هنفتح صفحة الإعدادات الخاصة بالحساسات، وهتختار التاب اللي اسمها Control Lines Work with Alarm، وهنضغط صح على Alarm Linked with Line. هتفتح شاشة اسمها Choose Line Work with Alarm وفيها الخطوط بأسمائها. لو ضغطت مثلا على الخط الأول اللي اسمه Child Room هيظهر جنبه زرار تاني اسمه Sync Line، يعني تزامن الخط مع الحساس. كده لو الحساسات شعرت هيشتغل الخط الأول. هنضغط على الزرار ده ونضغط على العلامة دي، وهنلاقي إن الخط الأول ظهر فيه الأيقونة دي، ودي معناها إن لو الحساسات اشتغلت الخط الأول هيشتغل أوتوماتيك. دلوقتي لو لمست السلكين كدليل إن الحساس اشتغل هتلاقي إن الخط الأول اشتغل أوتوماتيك، وفي نفس الوقت هيجيلنا نوتيفيكيشن على الموبايل بالرسالة اللي سجلناها. وهنلاقي برضو إن علامة الإعدادات الخاصة بالحساسات شغالة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كده الخط بيشتغل مع الحساس. طيب لو الخط كان شغال
وعايز الخط يفصل لو الحساسات اشتغلت، هتفتح صفحة إعدادات الحساسات وتضغط على زرار Unsync Line، يعني عدم تزامن الخط مع الحساسات. كده لو الخط شغال والحساس اشتغل هيتم فصل الخط ده اوتوماتيك. نضغط على العلامة دي، هنلاقي ان الخط الاول ظهر فيه العلامة دي، ودي معناها ان الخط الاول هيفصل اوتوماتيك لو الحساس اشتغل. ولو لمست السلكين كدليل ان الحساس اشتغل هنلاقي ان الخط الاول فصل اوتوماتيك، وبرضه جالنا نوتيفيكيشن على الموبايل وعلامة اعدادات الحساسات اشتغلت زي ما احنا شايفين. والحالة دي مفيدة لو موصل مثلا حساس حرارة واشتغل، يعني لا قدر الله حصل حريق وعايز احمال كهربية معينة تفصل في الوقت ده لانها خطر تشتغل وقت وقوع الحريق. وبنفس الطريقة نقدر نخلي الخط التاني والتالت يشتغلوا مع الحساس، ونخلي الخط الأول يفصل لو الحساس اشتغل، ونضغط على العلامة دي. دلوقتي لو اشتغلت الحساسات هيشتغل الخطين التاني والتالت، وهيتم فصل الخط الأول أوتوماتيك، وهيجي نوتيفيكيشن على الموبايل بالرسالة المسجلة، وعلامة إعدادات الخاصة بالحساسات هتشتغل بالشكل ده. وبكده نكون عرفنا طريقة توصيل وتشغيل الحساسات مع جهاز ونظام إلكتروسكاي، وكده نكون انتهينا من عرض أحد أجهزة نظام إلكتروسكاي. وزي ما شفنا إن استخدامه سهل وإمكانياته كتير، وإن شاء الله قريب هنعرض أجهزة جديدة من نظام إلكتروسكاي. لأي سؤال عن نظام إلكتروسكاي تقدروا تكلمونا على صفحتنا على الفيسبوك أو على قناتنا على اليوتيوب، وطبعا على الواتس، وكل الروابط وأرقام التواصل هتكون موجودة في وصف الفيديو. والسلام عليكم وشكرا لحسن استماعكم.